فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الحرام فيه القدر المسكر، أما القدر غير المسكر لا 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 يعني ده رأي احنا والنبي يا دكتور. لا عفوا، يعني ده علم يعني بغض النظر عن كون الناس تقبل أو لا تقبل يعني. لا فهمني، أنا أول مرة أسمع كده دي. أنت عايز تقول لي مثلا إن البيرة مش حرام؟ احنا قلنا المسائل خلافيه، البيره ديت ليست متخذه من العنب وانما متخذه من الشعير. هذا الشراب اذا اسكر كثيره فاذا قليله حرام عند جمهور الفقهاء. ابو حنيفه قال لا، انا مش مع الجمهور، انا رايي ابو حنيفه شايف ان البيره حلال. البيره القدر غير المسكر. ايوه يعني ياخد كوبايه يعني ويمكن الكوبايه ممكن تسكره، افترض لا حسب قدر الانسان، حسب بنيه الانسان. ممكن بنيه الانسان مع كوب ممكن مفهوم، هيجرب بره يعرف ان هو التوت بتاعه القدر غير المسكر كوبايه. نعم، ده وجهه نظر ابو حنيفه. ابو حنيفه شايف كده. نعم، وده مساله ماهيش خفيه، دي مساله من المسائل الامهات المعروفه. انا ما اعرفش، انا لسه اول مره اعرف من حضرتك اهو. يعني هي الخمره اللي فيها مشكله اللي هي النبيت. يعني انت مولانا تشرب بيره؟ انا لا، ده انا لا اشربها، ولكن لا ولكن يعني دلوقتي ابو حنيفه قال هو استنى، هو انا انت لما سالتني هذا السؤال كنت تقصد بيه تعليم الناس ولا تقصد بيه طبعي انا؟ طب ما في اشياء كتير ما بشربهاش، يعني في عندك مشروبات من المياه الغازيه، بل صحيح هو في الحلبه وغير ذلك بتركها، يعني ده معناها بقى انها حرام؟ طب ما هو الضبع لما سيدنا رسول الله امتنع عنه قالوا يا رسول الله هو حرام هو؟ قال لا، ولكني طبعي لا يقبله. فسيدنا رسول الله لما تركوا بطبعه، ما تركوش باعتباره حرام.